احنا قلناها. القولون العصبي للأخ يوسف من إيطاليا، والكل اللي بيعاني من القولون العصبي بتجيب نتيجة طيبة جدا، بتزيل الانتفاخات تماما، بتزيل الغازات اللي بتتكون مع التفاعل اللي موجود في المعدة والقولون. الزعتر والنعناع والبردقوش، حبة البركة والكمون نصف الكمية، يعني كل هذه الأشياء بكمية واحدة، والكمون هو نصف الكمية. يعني لو هنجيب نص كيلو من كل نوع هنجيب من الكمون ربع كيلو. نقولهم تاني: الزعتر والنعناع والبردقوش، حبة البركة والكمون نصف الكمية. هذه مجموعة الأعشاب للقولون العصبي. هناخد منها معلقة، هتوضع في كوب من الماء. دي مش هتغلى، هتوضع في كوب من الماء المغلي وتغطى لمدة 10 دقائق، لأن فيها أنواع من الزيوت الطيارة مش عايزين إن احنا نفقدها. تغطى لمدة 10 دقائق وهنتناولها بعد كل وجبة. دي زي ما بنقول من الأشياء اللي بتعمل حاجتين في المعدة وفي القولون العصبي: بتعمل ريلاكسيشن أو استرخاء للعضلات الملساء اللي موجودة في القولون، وبالتالي بتمنع العصبية للقولون أو تمسك القولون. وأيضا من الأشياء اللي بتعمل حاجة اسمها كارمينيتيف إفكت أو تأثير انماص للغازات. بتمتص الغازات اللي بتتكون طبعا مع عملية الهضم. لازم هتتكون غازات في أصحاب القولون العصبي وأصحاب المعدة العصبية، بيبتدوا إن هم يعانوا من هذه الغازات المتكونة. يحدث انتفاخ، يحدث عسر هضم، يحدث آلام القولون العصبي، يحدث الإمساك. مع تناول هذه الأعشاب بتمنع هذا التأثير الضار للغازات، وبالتالي بتقدر إن إحنا نمتص هذه الغازات وتمنع تأثيرها السيء، وبتجيب نتيجة طيبة جدا. نقولهم تاني بسرعة مع بعض: الزعتر والنعناع والبردقوش، حبة البركة والكمون ولكنه نصف الكمية. هتخلط جيدا سويا. نضعها في برطمان زجاجي، تغطى جيدا، وهناخد معلقة من كل نوع، معلقة من هذا الخليط هتوضع على كوب من الماء المغلي. لا تغلى، توضع على كوب من الماء المغلي، هتغطى لمدة 10 دقائق، وهناخدها بعد كل وجبة. ودي ممكن هي تبقى المشروب المميز لينا، هيبقى طعمه كويس. نقدر ان احنا نحليها بالعسل، مفيش فيه اي مشكلة، وهيجيب نتيجة طيبة جدا جدا. وهنجد فعلا ان آثار أو أعراض القولون العصبي هتنتهي ان شاء الله.